جاي لك النهارده بموضوع مهم لكل اللي بيبني بيته، لكل اللي بيشطب شقته او فيلته. الموضوع هو موضوع الشبابيك. دايما بنسأل نركب الشبابيك خشب ولا بي في سي ولا الموتال. انا هقول لك على مميزات وعيوب كل حاجه في الثلاثه دولت. بالنسبه للخشب، من اهم مميزاته ان الخشب بيديني الشكل الكلاسيكي والشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه. تقدر تدهنه من بره او من جوه بالالوان اللي انت عايزها، يعني الوانه متعدده، متاح ليه كل الالوان. ولكن هي من اهم عيوبه ان هو بيتاثر بالرطوبه وبيحتاج لصيانه دوريه دايما. بالنسبه للبي في سي، هو اشكاله محدوده مقارنه بالخشب، ولكنه عازل قوي جدا للصوت وعازل قوي للحراره، وما بتاثرش بالرطوبه، ما بتاثرش بالمياه او بالامطار او بكل، ما بتاثرش باي عوامل جو. ولكنه هو مشكلته ان الوانه محدوده شويه واسعاره مرتفعه، والانواع الرديئه منه بتتاثر بالشمس. نيجي للالموتال. الالموتال الوانه كتير جدا، اي لون انت عايزه موجود في الالموتال لانه بترش، وبالنسبه ان هو ما بيتاثرش بالصدى. ولكن مشكلته مقارنه بالبي في سي ان الالموتال عازل غير جيد للصوت والحراره. طيب نصيحتي في الاخر، انت تركب ايه فيهم؟ ركب اللي يتماشى مع ميزانيتك واحتياجاتك. يعني ما تكونش انت في منطقه ساحليه الرطوبه فيها عاليه جدا، او في اي منطقه الرطوبه فيها عاليه جدا وتركب شبابيك خشب، هتحتاج لصيانه على طول وهتتاثر بالرطوبه. ما تكونش في شارع عمومي وتروح تركب شبابيك الموتال، هتلاقي صوت العربيات والتراب والكلام ده كله داخل جوه شقتك. فركب اللي يناسب ميزانيتك واحتياجاتك. لو عجبتكم الحلقة، سبسكرايب ولايك، واديني رأيك في التعليقات والكومنتات، وقولوا لي انتوا تحبوا الشبابيك تكون ايه، خشب ولا الموتال ولا بي في سي.